أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. بالنسبة للمباراة ديال اليوم اللي جرها المنتخب الوطني المغربي ضد تنزانيا، يمكن نقولوا بأن هي امتداد للمقابلة ديال النيجر. كنا تعتقدوا بأنه الطريقة باش ظهر بها الفريق الوطني في الشوط الثاني غادي نمشيو بنفس الاتجاه مع بداية المقابلة ضد تنزانيا، ولكن يمكن نقول بأنه العكس هو اللي حصل، أنه طحنا في الفخ ديال المقابله الاولى للسبب اللي غنذكروا عليه. ولكن في البدايه لابد من ندير واحد القراءه في الطريقه اللي شاف بها المدرب غيلعب المقابله، والطريقه اللي تنتظر بها الجمهور، وحنا كذلك تنتظروها من الفريق الوطني المغربي. حنا تنتظروا ناخذ فكره على فريق وطني، لانه الفكر ديالنا دائما على كاس افريقيا. صحيح انه بغينا نتاهلوا كاس العالم، ولكن من خلال المباراه ديال كاس العالم تنبغيو نشوفوا المردود ديال الفريق الوطني، وتنديروا داك الاسقاط ديال انه هذه الفرقه هذه في كاس افريقيا غتكون مزيانه، لانه كاس افريقيا كاينه في المغرب وخص تبقى كاس افريقيا في المغرب. لقينا بانه المدرب تيبان لي بانه الفكر ديالو انه باغي يربح المباراه ديال النيجر، والمقابله الثانيه بغى يربحها ويضمن التاهل، بمعنى انه الاساس عنده هو الربح ديال المقابله، ماشي العرض اللي غادي نقدمه. شكون اللي خلينا نقول هذا الكلام؟ اولا المزراوي غادي يلعب في كاس افريقيا كظهير ايسر، لانه كاين حكيمي كظهير ايمن، ما عدا لا قدر الله كانت شي حاجه باش يمكن لك دير تغيير. اما المزراوي فالمكان ديالو هو كظهير ايسر، لانه لاعب من مستوى عالي جدا بدون نقاش، لا في الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى. اذا المزراوي لو انه كان تفكير ديال انه نحن بغينا نتاهلوا لكاس العالم، ولكن في نفس الوقت بغينا نهيئوا فريق ديال كاس افريقيا، انني نخلي المزراوي في ظهير ايسر، باش كل ما كانت المقابلات كثيره مع اللاعبين ديال الدفاع كل ما غيحصل بيناتهم الانسجام بشكل كبير. الان تيرجع للجهه اليمنى وتنلعبوا بالعمري ولا بالعماري كمدافع ايسر، في الوقت اللي ما كانش في اللائحه ديال الاولانيه، بمعنى انه ما كانش من اللاعبين اللي كان بان له انهم يكونوا حاضرين في التجمع، وبالتالي فالحضور ديالو والاشراك ديالو في اكثر من تساؤل. واش اللاعبين اللي المفروض انه كان اختارهم باش يكونوا ضمن اللائحه للمقابله ديال النيجر وديال ديال تنزانيا عندهم شي اشكال، وبالتالي عيطوا في اخر لحظه. اما ان واحد اللاعب يكون خارج يعني اللائحه ويجي ويولي في رسمي، بمعنى انه اللاعبين اللي اخترتي يعني هو افضل منهم. على كل هذا موضوع اخر. اللعاب لا نناقش الكفاءه ديال اللاعب، تنذكروا على الفلسفه ديال واحد اللاعب ما كانش في المجموعه وعيطوا في اخر لحظه، ولكن دخل له رسمي. اذا الدخول ديال المزراوي في الجهه اليمنى تعطي اشاره انه باغي لاعب اللي غادي ينفعه، ماشي لاعب اللي غادي يقلب على الانسجام، لانه خصو يربح المقابله. ثانيا مشى في الاتجاه ديال انه اللاعبين اللي غير اللي هما الخنوس والصيباري والزنزولي اللي كملوا المقابله واللي داروا مباراه مزيانه، بدا بهم شيء طبيعي، المنطق احترم. وحتى اللعابه اللي هما بدائيا تيكونوا اساسيين غيقبلوا هذا الوضع، لان ما كانوش مزيانين واللي دخلوا حقوا الانتصار. شو لقينا بانه الشوط الاول كنا عاجزين تماما على اننا نخلقوا الفرص ديال التسجيل، وبالتالي ما عندنا ولو فرصه. اشنو قطفنا المرمى فينا هذه المحاولات اللي خلقنا. شنو التحل اللي يمكن نعطي باش ننسبها؟ واش ننسبها للمدرب وننسبها للاعبين؟ التحل اللي غادي نقول انا شفت تنعرف بانه الخنوس يلعب في الوسط، تنشوف اليمين شويه تلقى تيلعب 5 دقائق في اليمين يدخل الوسط، ويمشي دياز شويه اليمين يلعب 10 ديال الدقائق ويدخل الوسط، مشى عاوتاني اليسار. هذا التغيير ديال المراكز ما عرفتش واش هو بناء على التوصيه ديال المدرب، ام انه اللاعبين بيناتهم تيغيروا المراكز لانهم لقاو بانه بدون حلول امام يعني التكتل الدفاعي. كانوا متكتلين بشكل كبير، وحنا ننتظروا هذا الشيء. هذا الشيء اللي كنا نديروا حنا في كاس العالم، ولكن اللي كنا نديروه بواحد الشكل اخر. حنا لما كنا في كاس العالم تناخذوا لما تيهجموا عندنا الفرق كاملين، لما تناخذوها تنلعبوها وتنديروا الحملات المضاده. هادو لا، حنا متكتلين تناخذوا الكره تنهاجموا تيبعدوها وناخذوا، وبقات الامور بهذا الشكل هكايا. وبالتالي فالفرص ديال التسجيل ما كان شيء، ما حقنا ولا فرصه للتسجيل. اذا لقينا بانه امام الاستحاله ديال المرور لا من الجهه اليمنى ولا من الجهه اليسرى، دياز ولا تيحاول يدير ذاك العمليات الفرديه بوحده. الاولى تحاول تروغ الاول يطيح يعاود يديروا له الكره، وبالتالي سقطنا في ذاك الرتابه
الكرات العاليه تاهما عندهم يعني المدافعين تيدافعوا بشكل كبير على مستوى الكرات العاليه، وبالتالي بقينا بدون حلول في الشوط الاول، لان نعتبر بانه الشوط كما هو كان قال في المقابله الاولى ضيعنا 45 دقيقه، هذه كتضيع لان ما خلقناش فيها فرص ديال التسجيل بسته واحد التدخل ديال الحارس مع النصيري الا بغينا نعتبروا فرصه، ولكن ماشي فرص. الفرص هما اللي كتكون غتدخل لا ضربه عارضه ولا ما كانش نهائيا. كانوا محاولات في الجهه اليسرى، الاكثر من هذا انه اللاعبين اللي تميزوا في الشوط يعني في الشوط الثاني من المقابله ديال النيجر كانوا ايضا المستوى ديالهم كان عادي. لما جينا للشوط الثاني ضربه ثابته هي اللي حلت المشكل، من ضربه زاويه اللي دخل فيها جوج ديال اللاعبين، جوج العناصر ديال المدافعين، اللي هو اليميق اللي ضرب كره بالراس رجع الحارس، ولقات اكر اللي سجلها بعد فتره قصيره. سجلنا الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء، عن طريق عمليات اللي كنت نتمنى انهم خصهم يكثروهم. وهنا في هذه الحاله ديال لما تيكون عندك فريق متكتل في الدفاع تيخصك دير جوج ديال الحاجات. غتعتمد على التمريرات القصيره خصوصا داخل منطقه الجزاء، يمكن تحصل على ضربه جزاء، خصوصا لما تيكون عندك لاعبين عندهم مهارات تتبتعد على الحملات الهجومات الفرديه، لان الهجومات الفرديه صعيب تراوغ، لانه اللعابه المسافه بين المدافعين قريبه، ما بينهم 2 متر 3 متر، ما عندكش فين تراوغ، غتراوغ في متر ونص ما يمكنش. اذا لما تتراوغ الاول تلقى قدامك الثاني. المراوغات تكون تنجح لما تيكون عندك ما بين المدافع والمدافع واحد 8 ولا 10 ديال الامتار، تيمكن لك تراوغ الاول وتجي للثاني وتجي للثالث تضرب على عندك امكانيات. ولكن لما تيكونوا مقاربين بيناتهم، انت شد الكره على مقربه من المنطقه ديال الجزاء وباغي دير عمليات ثنائيه، يعني العمليات الفرديه كما كان تيدير دياز، كان صعيب عليه، وحده اللي وصل فيها راه حصل فيها على ضربه خطا. الشوط الثاني بدينا على الاقل بدينا تنديروا العمليات اما من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى، خصوصا من الجهه اليمنى عن طريق المزراوي. قلت بالنسبه للعمليات اللي خصك دير هذا الشيء هذا، ولا تعتمد على القذافات من بعيد. شحال من قذف للمرمى من بعيد يمكن واقيلا ما كاين حتى وحده في المقابله ككل، وهذا نقص، هذا ضعف كبير. ما يمكنش ما يكونش عندنا لاعبين عندهم امتياز ديال انهم تيقذفوا من بعيد، لان القذف من بعيد راه تيساعد كثير. والاكثريه ديال الكرات الان شوفوا على المستوى الاوروبي ذاك الاهداف ديال خارج منطقه الجزاء اصبحوا بكثره. علاش؟ لانه كل شيء ولا تيدير هذا الاسلوب الدفاعي والضغط على حامل الكره، بحيث انه الفنيه والابداع يعني عندما ماشي هو الحل باش يمكن لك تنتصر في المقابلات. اذا الى حنا ربحنا 3 ديال النقاط غيبقى دائما الشك في الطريقه ديال اللعب. الطريقه ديال اللعب ديالنا ما خصهاش دائما لما نديروا واحد الاسلوب ديال اللاعب بدينا فيه في الشوط الاول وما نجحش في 10 دقائق الاولى نوضوا نغيروه. ما تنغيروش حنا الطريقه ديال اللعب، يعني تنديروا يعني كنسميها يعني كل 10 دقائق نديروا اسلوب، لا تمشي بنفس الاسلوب ولا بد ينجح. اذا انت عندنا لاعبين عندهم امكانيات عندهم مهارات، اذا خصك تفرض عليهم انه يلعبوا بهذا الاسلوب. تضيع الكره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن ولا بد مره تنقلبوا على الكرات العاليه، مره تلعبوا تمريرات قصيره، مره تنديروا محاولات فرديه. على كل حال صراحه فرحانين انه الفريق الوطني انتصر، ولكني تنديروا عمليه ديال قراءه في المستوى على المستوى الافريقي. تتقولوا دي بانه باقي الفريق الوطني خصو بزاف ديال الامور اللي تصلح. الشيء اللي يمكن تيريح هو انه شخصيا تشهد بزاف ديال المقابلات المصريين مع سيراليون، شفت السنغال مع السودان، تقريبا كل شيء يدور في نفس يمكن المستوى ما يطلع الا حتى يكونوا الفرق بيناتهم، يعني الكبار بيناتهم لما تيكون فريق يهاجم وفريق يعني الفرق بجوج تهاجم وتدافع. الان حنا غنلعبوا في بلادنا، ننتظروا مثل هذه المقابلات خصو يتلقى لهم حل لمثل هذه المقابلات اللي غيكونوا فيها لاعبين او فرق اللي تتكتل على الدفاع، واللي غتخاف منه هو لما يكونوا عندك منتخبات عندهم لاعبين بالنسبه للخط الامامي ديالهم اكثر قوه من اللاعبين اللي شفنا لا نهار النيجر ولا اللي شفنا امام تنزانيا، لانه داروا شي محاولات. لو انه كان هناك لاعبين يعني ممتازين كان بامكانهم يخلقوا لنا المشاكل. الدليل هو انه الكره اللي تصدى لها بونو اللي كان بامكانها تخلق مشاكل، لان زادت الكره عند احد اللاعبين لاعب بمهارات اكثر كان بامكانه يسجل الكره. وبالتالي
بدون شك انه الجمهور بقدر ما هو شاف بان الفريق ديالو انتصر في جميع المقابلات، بقدر ما تيبان له بانه باقي بعض الامور خصها ترمم، لا على مستوى الدفاع ولا على مستوى الترتيب ديال وسط الميدان وحتى التوظيف ديال اللاعبين. نتمنوا انه في القادم الايام، في القادم المقابلات، لما يقترب الوقت ديال المنافسه الافريقيه، نكونوا بزاف ديال الامور اللي تصلحت. ودائما التوفيق للفريق الوطني.